سي الوزير، عندي المذكره ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، فيها المعطيات كلها، المواد اللي تزادت في الحليب، في العدس، في الجبن، في السمك، في البيض، البصله 300 ريال. السيد الوزير غير اسمح لي السيد الوزير، هذه المواد كلها تزادت، ولكن انا عاد فهمت مزيان علاش الحكومه ما حساش بهذا الشيء اللي تحسوا به المغاربه. ما فهماتش الحكومه بان الضرر اللي وصل للمغاربه من هذه الزيادات. لاش انا اليوم تنسمع الجواب ديال السيد رئيس الحكومه على برلماني اللي قدم الاستقاله ديالو تضامنا واحتجاجا مع الناس اللي مشاو ضحيه نظرا للشروط اللازمه ما متوفراش، وتستهزأ بفريق محترم، وهذا رئيس الحكومه بطريقه بلا مبالاه. عاد فهمت الحكومه علاش هي ما مسوقاش. علاش ما مسوقاش؟ لان السيد رئيس الحكومه الوقت اللي وصل للحكم وشد الكراسي عجبو الكرسي، والمقربين والحاشيه تبلاصاو مزيان، والامكانيات توفرات، والبصله ما بقاش تيشريها ولا تجي ولا داخله في الامتياز. ما بقاوش يعرفوا هاد الناس يعني الاشكالات والضرر اللي لاحق بالمواطنين. وسمعنا السيد الوزير مؤخرا السيده وزيره محترمه اللي قالت الفقر ما كاينش. لاش؟ لان هي الفقر كان غير وسيله باش توصل وباش تشد الكرسي. دابا ولات مزيانه، ما بقاوش الوزارات يمشيو ياكلوا البصاره في مكان عمومي، ما بقاوش الوزارات يمشيو لمجموعه المناطق. هاد الوزاره ولاو لاباس عليهم، ما بقاوش عارفين الفقراء، ما بقاوش حاسين بالفقراء، ما بقاوش عارفين بان اللوبيات زادت والبصله 300 ريال، والمواطن الضعيف ما عندوش باش يمشي للسوق. هذه كلها مشاكل السيد الوزير تتحمل الحكومه المسؤوليه ديالها، ولكن الفلطه ديالكم السيد رئيس الحكومه. لو كان هذه الحكومه في مكان وفي دوله تحترم مراتها كون قدمت الاستقاله ديالها، لان سمعنا وزير قبل قليل تيقول ما فهمش داكشي اللي واقع في لاران. العود اكبر من الزله. اذا كان وزير ما عارفش اش قال استجاو المغاربه، هذا وزير ما فهمش اش واقع في سميتو في لاران. للاسف على هذا الوضع اللي حنا فيه السيد الوزير. شكرا لكم. شكرا السيد المستشار.